السلام عليكم. النهارده انا هعمل صينيه بطاطس باللحمه المفرومه. انا جايبه البطاطس الصغيره دي ومقوراها من جوه كده وشايله التقوير بتاعها ده انا مش هرميه، ده انا هحطه في الصينيه من تحت البطاطس. وجايبه مع البطاطس طماطم وقرن فلفل حامي وفلفل رومي وبصله ومعلقه صلصه وملح وفلفل وثوم. اللحمه المفرومه انا معايا اللحمه المفرومه نص كيلو، هحط معاها بصلايه وهحط عليها ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هنا حطيت معلقة سمنة وعليها بصلة كبيرة وهديها تشويحة تدبل بس، مش هحمرها ولا اي حاجة، هدبلها بس واحط عليها اللحمة والتوابل. انا هنا دبلتها اهو، هحط عليها بقى اللحمة المفرومة كده اهو، هديها تقليبة واحط عليها التوابل. من هنا قلبتها اهي، هحط عليها بقى التوابل الملح والفلفل والقرفة والجنزبيل، لو عندك توابل لحمة حطي، وهقلبها على بعضها مع بعضها كده، وابتدي اهدي عليها النار واسيبها تنزل ميتها وتشربها واشوحها في بعضها. انا هنا هعمل البصله بتاعه البطاطس. انا حاطه البصله وحطيت عليها الملح والفلفل والثوم وقرن الفلفل الحامي وقرن الفلفل الرومي، وهضربهم مع بعض وهصفي القوطه وادعكهم مع بعض للبطاطس. انا عندي اللحمه هنا خلصت اهي، بكت سمنتها اهي كمان الفشوره دي، هي كده استوت، هي ما خدتش وقت. هسيبها كده بقى عشان خاطر احطها في البطاطس، احشي بقى البطاطس. انا هنا ضربت البصل والملح والفلفل والثوم، هحط عليهم طماطم واحط عليهم كمان معلقه الصلصه واقلبهم في بعض. المنظر ده كده. البطاطس دي برضو انا هحطها عليهم كده وهخليها بقى فيها عقبال ما احشي البطاطس وارصصها عليها واحط عليها شويه زيت واحطها في الفرن. عايزه تحطي سمنه براحتك. المنظر ده. انا ما بحمرش البطاطس، انا بحشي البطاطس كده على طول، اصفيها من ميتها واحشيها وارصص على طول، بديها غلوتين على النار فوق وبعد كده بحطها في الفرن. انا حطيتها ورصيتها وحطيت عليها شويه زيت وهحطها على النار من فوق عشان تستوي، بعدين احطها في الفرن. هي ما بتاخدش لحمه كتير. ادي بقيت النص كيلو، لو عايزه يفيد معاكي يعني تشيلي في الفريزر شيليه. انا هعمل بيه صينيه مكرونه، بس المكرونه مش هصورها معاكم لان انا صورتها كتير.